السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة شاورمة اللحمة بطريقة تحفة زي ما اشهر المحلات بيعملوها. بجد كان طعمها حكاية. انا الشاورما دي من اكتر الاكلات اللي بحبها، وكنت بحب جدا اكل من بره سندوتشات الشاورما، بس من بعد ما بقيت اعملها في البيت بالطريقة دي بتطلع طعمها زي بتاعت بره طبعا، واحلى وانضف كمان. يعني دي لحمة نضيفة وحاجات مكونات كلها نضيفة، وواثقين في نظافتها وجودتها. تابعوا الفيديو بالتفصيل وشوفوا انا عملتها ازاي و... وقولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنت. ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو، واللي لسه مشتركش يا ريت تشترك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ده كان كيلو لحمه عندي، انا كنت جايباه من عند الجزار. تجيبيها تكون قطعيه لحمه تكون بتستوي بسرعه، ما تاخدش وقت على البوتاجاز. تكون بقى يعني انت تقولي للجزار انا عايزه قطعه لحمه تكون بتستوي بسرعه، او تعرفي ان انت هتعمليها شاورما فيديكي هو لحمه حته كويسه ما تاخدش وقت في السوا على البوتاجاز. وهنقطعها شرايح رفيعه خالص زي ما انتم شايفين كده. انا ما كنتش جايباها للشاورما خالص، انا كنت جايباها عادي للطبيخ، بس قررت ان انا اعملها شاورما فقطعتها زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعه. وشلت لو في اي قطع كده دهون زياده او حاجه فبنشيلها. تمام. وهنقطعها لو قطعة تخينة في العرض هقطعها بالعرض عشان ارققها كده شوية، اخليها زي الاسكالوب كده. وهنشوف زي ما انتم شايفين بقطعها بالطول شرايح كده طويلة. تمام. دي اول خطوة ان احنا نقطعها شرايح طويلة زي اللي احنا بنشتريها كده من بره، سواء طبعا بيبقى حاططها على السيخ فبيقطعها لنا من على السيخ بقى، فبتطلع برضو بالشرايح دي. فاحنا هنقطعها كده عشان مش هنعملها على السيخ. تمام كده اللحمة قطعناها. هنجيب طبق بقى كده او بولة هنحط فيه التوابل. بصل باودر، توم باودر، معلقة 7 بهارات، فلفل اسود، ملح. سوري مش هنحط ملح طبعا. بشرة جوز الطيب، طبعا ما تحطوش ملح او تحطوا ملح في التتبيلة. تمام. احنا هنحط بس نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة فلفل اسود، رشة قرفة صغنونة، وتوم بودرة وبصل بودرة، وبهارات ممكن كيس بهارات شاورما مفيش مشكلة. تمام. ورشة جوز الطيب. هنزيد التوابل الجافة كلها ونحط عليهم ربع كوباية خل. تمام. وكوباية زبادي. لازم نحط الزبادي والخل. الزبادي طبعا قلت لكم في اي تتبيلة في اللحوم او في الفراخ بيطري طعم اللحوم جدا، وبيسهل في تسويتها بيخليها تستوي بسرعة، وبيخلي اللحمة دايبة وجميلة قوي. هي دي بس الخلطة اللي احنا هنحطها فيها. وهحط اللحمة فيها، انا بيتها ليلة كاملة، يعني انا بحضر الخلطة دي من بالليل وبخليها في التلاجة ليلة كاملة، وتاني يوم بشتغل بيها على طول. ماشي. وهنحط عليها عشان نسيت اقول لكم معلقتين زيت، وهنقلبهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، ونخلطها كلها كويس مع بعض. في الخلطه اللي احنا حاطينها فيها دي، الخل والزبادي لازم تحطوهم علشان هما زي ما قلت لكم اللي هيطروا اللحمه وبيخلوها تستوي معانا بسرعه. طبعا عشان طعم التوابل يتغلغل كويس قوي في اللحمه، فانا حطيتها في كيس وجوه في الطبق عشان يتغلغل معانا كويس. بعد ما باتت ليله في التلاجة، تاني خطوة مهمة جدا، هنجيب قطعة ليا بتاعة الخروف، اللي هي دهن الخروف او دهن الضاني. لازم ليا عشان هي دي اللي بتبقى مشمين ريحتها في المحلات الشاورما، بيبقوا حاطين ليا. هنسيحها كده في طاسة زي ما انتم شايفين على النار، وهشيل بقى الجزء الحاجات الناشفة دي وكده، ده الدهون اللي نزلت منها. واحط عليهم معلقتين زيت كمان. دي الخلطة اللي كانت خلاص في التلاجة طلعتها بقى بنفس التوابل التتبيله اللي انا حطاها فيها الزبادي والخل. مش هصفيها من التتبيله، انا هنزلها بنفس التتبيله في الطاسه وهي سخنه. تمام. انا مش هضيف لها اي سوائل خالص، هي هتستوي بكميه السوائل اللي هي متبله فيها دي، وهتنزل السوائل اللي فيها وهتشربها. انا مش هحط عليها اي سوائل خالص. هي بالظبط قعدت نص ساعه وكانت استوت. حطيتها على نار الاول عاليه، قعد 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده وطيت عليها. نزلت شويه ميه وبعد كده شربت الميه، وبعد كده بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه النهائي ده. بعد ما خلاص استوت، حطيت عليها بقى ايه رشة الملح عشان مكناش حاطين فيها ملح طبعا. هي كده خلاص استوت، واتأكدت انها استوت واللحمة بقت دايبة معانا. هنجيب بقى طاسة تانية كده على جنب او جريل، نحط عليه معلقة زيت، وهنحط فيه بصل مقطعينه شرايح،
وفلفل متقطع شرايح وطماطم. انا كل ده مش هسويه، انا بس بمجرد ما ريحة البصل تظهر وريحة الفلفل تظهر هنزل عليهم بالطماطم برضو ياخدوا تقليبة يشموا ريحة النار، ونروح نازلين عليهم باللحمة على طول. عند بتوع الشاورما لو تاخدوا بالكم بيقطعوا البصل والفلفل والطماطم على الجريل بعد ما تكون اصلا الشاورما استوت، وبينزلوها عليها تاخد تقليبة معاهم وتاخد من ريحة الخضروات بس، ويحطوها في السندوتشات على طول. لكن ولا بيدبلوا البصل ولا بيدبلوا الفلفل ولا بيدبلوا الطماطم، بيبقوا كلهم زي ما هم كده، مجرد بس ما ريحتهم الريحة بتاعتهم تطلع بس. وفي الاخر خالص هنرش رشة بقدونس على الوش، ويبقى كده خلاص خلصت الشاورما، وبألف هنا والشفا. هنحطها في السندوتشات وبالهنا والشفا.